بقى لما اجي اشوف الشكل ده المفروض اكون خلاص اوريدي خلاص بقيت عارفاه. الايفنت ستريم خلاص عرفتها، الكي كيو ال كويري سيت، الايفنت هاوس، الريال تايم داشبورد، الاكتيفيتور، الباور بي. انا كده البايب لاين في واحد شايل الداتا كلها، وفي هنا مثلا عملت فلتريشن على الريتيل. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنبدا بقى نتعامل مع الريال تايم داتا، يعني داتا بتجي لي على طول بشكل ستريمينج ما بتتوقفش. زي ما قلنا هي الحلو في تجربة مايكروسوفت فابريك ان هو هيعرضنا لكونسبت كتيرة جدا ممكن في تراك الداتا انجينيرنج تعدي بيها، فمنها انك تتعامل مع ريال تايم داتا. تعالوا نفهم از كونسبت بقى يعني ايه ايفنت، يعني ايه ستريم، ايه المتوقع ان انا اعمله، وان كمان نطبقه بشكل عملي في مايكروسوفت. ايا كان الباك جراوند بتاعتك ايه، ان شاء الله هتقدر تفهم ازاي تعمل ريال تايم اناليسيز على مايكروسوفت فابريك، او كلوجيك حتى عامه ازاي تعمل ريال تايم اناليسيز. طيب خلينا في البداية نبدأ نشرح يعني ايه ريال تايم اناليسيز. يعني ان انا عايزة اعمل بروسيسنج واناليسيز وابدأ اكت على الداتا اول ما يحصل لها جنريتنج. يعني اول ما الايفنت يحصل اقدر اعمل له انسيرت، او اقدر اعمل له بروسيسنج، او اقدر اعمل له فلتريشن، ابدا اتعامل مع الداتا اول ما تجيلي. ده مختلف عن التراديشنال اناليسيس في ايه؟ التراديشنال اناليسيس هو عاده انا باخد سناب شوت من امبارح مثلا او كل 6 ساعات، فانا باخد الداتا از بالك كده، بكل شويه مثلا ارن جوب، والجوب ديت تروح جايبالي اخر 6 ساعات او اخر 12 ساعه او داتا بتاعت امبارح، وهكذا. دوت التراديشنال اناليسيز. لكن انا مش عايزه ده، انا عايزه ريال تايم. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما الداتا تحصل او الداتا بتاعتي تتغير، يبدا يرفلكت على داشبورد معين مثلا، فلاقي الارقام بتاعتي بتتغير، اقدر مثلا اخد اكشن في ساعتها. فده فكره الريال تايم اناليسيز. طيب علشان ابدا اتعامل مع الريال تايم اناليسيز لازم اكون فاهم تو كونسبت. اول حاجه يعني ايه ايفنت، يعني ايه ستريم. الايفنت اللي هي دايما يقولك في ايفنتس جايه، او احنا بنعمل بروسيسنج على الايفنتس. ايه هو الايفنت دوت؟ هو يعني حدث حصل مثلا دلوقتي. زي ايه؟ مثلا لو انا بشتغل على ويب سايت، فاي اكشن على الويب سايت دوت بعتبره ايفنت. مثلا الكاستمر داس على الايتم الفلاني، فانا عايزه اكتب بسرعه ان هو لما يدوس على الايتم دوت ابدا اريكومند حاجه شبهه. السرعه بقى ديت انا باخد ايه قرار في ريال تايم. فانا الايفنت اللي هو حصل دوت ابدا ايه اكت عليه. او مثلا حد حط عمل ادنج لايتم معين في اللي هي الكارت شوبينج، اللي هو مثلا اللي هو ايه ناقص له تشيك اوت بس ما عملش تشيك اوت، فانا عايزه مثلا اقول له ايه اعمل تشيك اوت دلوقتي وتاخد اوفر 10%، او وهكذا. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل اكت على الريال تايم ايفنتس. فاي خطوه هو الكاستمر بيعملها بعتبرها ايفنت. اوكي، بتترجم في الداتابيز از ريكورد. طيب ده كده مفهوم الايفنت. امال ايه هو مفهوم الستريم؟ الستريم هو السيكونس اوف ايفنتس. يعني ايه؟ يعني عندي ايفنتات بتحصل ورا بعضيها. الايفنتس دي كلها اللي هو السيكونس ده اسمه ستريم. فكده بقى احنا فهمنا التو كونسبت دول. طيب تعالى بقى نفهم الريال تايم انتليجنس كومبوننت في مايكروسوفت فابريك مبنيه على ايه. الصورة دي ان شاء الله هنفهم كل حاجة فيها، وهنبدأ نعملها كمان بشكل عملي، بحيث انك بعد كده اول ما تشوف الصورة دي تبقى فاهمها هو بيعمل ايه. طيب هنلاقي هنا هوت انا عندي الستريمينج سورسز. يعني ايه؟ يعني الداتا دي بتجيلي ستريمينج منين؟ ما انا دلوقتي عندي ستريمينج في الداتا، باخدها منين؟ ممكن اخدها مثلا من ايجور اي او تي مثلا، او ايجور هاب، او ممكن كافكا، باتش كافكا. اي سورس داتا بيجيب لي ستريم اوف ايفنتس، واقدر ايه اتعامل معاه از سورس. طيب هو دلوقتي السورس موجود عندي، بس هو مش موجود، يعني هو سورس هو فيه داتا بس انا ما سحبتهاش. فانا محتاجه كومبوننت اقدر اعمل بيه انجست. يعني ايه انجست؟ يعني باخد الداتا من السورس بتاعي ادخلها في البلاتفورم بتاعي انا. فانا مثلا عايزه اخد الداتا من اباتشي كافكا وابدا احطها عندي في مايكروسوفت فابريك، بحيث اقدر اعمل لها بروسيسنج، اقدر اعمل اناليسز عليها، داشبورد، ايا كان. الخطوه دي عشان اعرف اعمل انجست بستخدم كومبوننت اسمه
ايفنت ستريم، وده هنشوفه بشكل عملي دلوقتي. يبقى الايفنت ستريم ده اول كومبوننت اللي هو مسؤول ان انا اقدر اعمل بيه انجست من الستريمنج سورسز للبلاتفورم بتاعي، وكمان بيسمح لي اعمل بروسيس على الداتا. بمعنى ايه؟ لو انا اول ما الداتا تيجي عايزه اعمل لها فلتريشن، او عايزه اعمل لها اجريجيشن، او عايزه اعمل مثلا ايا كان اي بروسيس عايزه اعملها، اقدر اعملها برضو باستخدام الايفنت ستريم. طيب، في هنا حاجة مهمة برضو، كومبوننت مهم جدا رئيسي اسمه الايفنت هاوس. الايفنت هاوس ده الستور، المكان اللي انا بحط فيه الستريمنج داتا بعد ما بعمل لها بروسيسنج، او بعد ما بعمل خطوة الانجست دي. انا دلوقتي سحبت الداتا من الستريمنج سورس، طب بحطها فين؟ في اختيارات كتيرة جدا هنشوفها برضو، منها الايفنت هاوس. الايفنت هاوس ده مكان بقدر استور فيه البروسيسد داتا او الانجستد داتا. تمام. طيب، الايفنت هاوس بلاقي معاه جاي حاجه اسمها كي كيو ال كويري سيت. يعني ايه؟ انا بمجرد ما بعمل الكومبوننت ده، بعمل كرييشن للكومبوننت اللي اسمه ايفنت هاوس، بلاقي باي ديفولت عمل لي داتابيز كي كيو ال. طب ايه كي كيو ال ده نوع من الانواع الداتابيز اللي تخليني بتبقى optimized for real time analysis. يعني هي ممكن استخدمها طبعا في حاجات كتير، بس هي optimized بالذات للريال تايم. طيب، ودي برضه هنتعرف عليها لان هي ليها طريقة كتابة معينة. تمام. دي برضو هنبدأ نتعرف عليها. فاحنا كده خلاص عرفنا الكومبوننت ده. كمان في حاجة اسمها الريال تايم داشبورد، ده بيحول لي الداتا بتاعتي لداشبورد على طول. وهنشوف الكلام ده بشكل عملي. ليه؟ لان اي داتا تتغير هتلاقيها بترفلكت على طول على الداشبورد بشكل اوتوماتيك. وكومبوننت اسمه اكتيفيتور ده اللي هو بنعمل بيه اليرت. بمعنى ايه؟ عايزاه يراقب الداتا بتاعتي. فمثلا لو الداتا بتاعتي حصل لها انكريزنج لرقم معين، فانا عايزه لما يحصل مثلا الرقم المعين ياخد اكشن، يقوم مثلا جوب تانية، يعمل حاجة، يبعت لي ايميل، ايا كان الاكشن اللي هو عايز يعمله. هو ده وظيفة الاكتيفيتور. تمام. والباور بي اي ده الاكستند بتاع الداشبورد، اللي انت ممكن تخلي بقى الداشبورد مور دايناميك، وده الكلام ده كله هنعرفه. ده كده باختصار الكومبوننت بتاع الريال تايم. انت لما نيجي نشتغل بشكل عملي هتلاقي الصورة دي كلها بقت في دماغك بشكل لوجيك. يعني انت مش محتاج تعرفها يعني، او تحفظها يعني. طيب، تيجوا بقى نشتغل بشكل عملي. طيب، ده كده البلاتفورم بتاعي بتاع فابريك. طبعا احنا قلنا الطريقة اللي انت ممكن مايكروسوفت فابريك مدية 60 يوم ترايل، ممكن تستفيد بيها تفهم البلاتفورم كله، ولو شديت حيلك كمان ممكن تدخل الامتحان ويبقى معاك سيرتيفيكت في مايكروسوفت فابريك. فدي يعني حاجة كويسة جدا. طبعا احنا قلنا ازاي تاكتفها، انت بس يكون عندك ايميل ممكن تعمله يعني تبع مايكروسوفت، ومجرد انت بتدخله بيديك 60 يوم. طيب، اول خطوه بنعملها طبعا اللي احنا لازم نكريت ورك سبيس. فباجي من هوم كده وبكريت ورك سبيس بتاعي، ممكن اسميه ستريم ورك سبيس. طيب، انا كده عملت الورك سبيس بتاعي. بتاكد في الادفانسد ان هي ان انا في الترايل عشان يفتح لي الفابريك ترايل واقدر استخدمه. بعدين بدوس ابلاي. كده دلوقتي انا عندي خلاص ده الورك سبيس بتاعي، اقدر بقى احط فيه الايتمز اللي انا عايزاها. طيب، لو احنا رجعنا هنا انا عايزه اكريت الايفنت هاوس، فهاجي هنا الايفنت هاوس هعملها منين؟ طبعا يعني هنمشيها بالترتيب، بس هنا في كده ايتم اسمه ريال تايم. هو عاملين كده بلاتفورم تقدر تستخدم الريال تايم تكونكت لداتا سورس معين، كونكتد تو داتا سورس معين. فممكن فتاخد مثلا الستريمنج بتاعك من ايجر اي او تي هاب، او ايجر ايفنتس هاب، او ستوك ماركت. ده كده المايكروسوفت سورسز. ممكن الداتا بيز سي دي سي. طبعا هم حاطين حاجات تبع ايجر، او مونجو داتابيز اللي هو سي دي سي، او ماي سيكوال، ايا كان بوستجريس، ايا كان نوع الداتابيز بتاعتك.
ممكن فابريك، ممكن ايا بقى كان. دي ايه؟ هما احسن حاجه كمان ان هما حاطين سامبل، فانت ممكن تشتغل على السامبل على طول، وده اللي هنعمله النهارده. طيب نيجي بقى للخطوه ان احنا عايزين نكريت الايفنت هاوس. باجي من الثلاث نقط دول وندوس كرييت. هنلاقي هنا مقسمين الحاجه باي سيكشن، فهنلاقي مثلا في سيكشن اللي هو الداتا انجينيرنج، ده اللي بيبقوا حاطين فيه الحاجات الخاصه بداتا انجينيرنج زي ايه، سبارك، سنوفليك، داتابيز، ايا بقى كان، انفايرمنت، نوت بوك، ليك هاوس. وفي هنا طبعا الحاجات بتاعت الداتا فاكتوري والداتا ساينس. هننزل لحد ما نلاقي ريال تايم، اي ريال تايم انتليجنس. هاجي هنا في الايفنت هاوس وابدا اكريته، بديله بس جاست يونيك نيم، فهسميه مثلا ستريم ايفنت هاوس. زي ما احنا كده شايفين بسهوله جدا، ما خدش وقت ان هو ايه بيكريت لي الايفنت هاوس بتاعي. الايفنت هاوس زي ما احنا قلنا ده المكان اللي انا بستور فيه الداتا بتاعتي بعد ما بعمل لها انجكشن، وكمان لو عايزه اعمل لها بروسيسنج بعمل لها بروسيسنج. طيب دي كده اول خطوه. الكي كيو ال داتابيز على طول باي ديفولت بيحط لي داتابيز باسم الايفنت هاوس اللي انا عاملاه، اللي هو الستريم ايفنت هاوس. ممكن تاد انت كمان لو عايز بقى تعمل كذا داتابيز، عايز مثلا بقى داتابيز اللي بتشيل مثلا الترانزاكشنز، وداتابيز تانية بتشيل مثلا الاي ار بي داتا او سي ار ام داتا، ايا كان بقى ممكن ايه تنوع في الداتابيزز. تمام، بس احنا في الحاله بتاعتنا احنا لسه في الاول خالص، فهنكتفي بالداتابيز اللي هو اوريدي عملها لي، اللي هي اسمها ستريم ايفنت هاوس على اسم الايفنت هاوس اللي احنا عملناه. لما بنيجي نفتحها بنلاقي كويري سيت ديت الحته اللي انت ممكن يعني تعمل اكسبلور للتيبلز اللي انت هتعملها حاجه كده زي ايه، المكان اللي بتكتب فيه الكويري. وفي بقى طبعا الطريقه بتاعه الكي كيو ال ديت يعني مش زي الاس كيو ال العادي اللي هو سيلكت استريك فروم او اسم التيبل، لا بيبقى ليها طريقه معينه اللي هي طريقه البايب لاين. بتحط هنا بايب لاين، هنشرحها برضو بالتفصيل لما بيجي وقتها، بس خليك فاهم مثلا ان ليها طريقة تانية غير الطريقة بتاعة الاس كيو ال، بس سهلة وبسيطة ان شاء الله. وبعدين التيبلز في الشورت كات كل ده هنيجي عليه، والماتيرياليزد فيوز والفانكشنز وحاجات تانية. طيب خلينا بس ايه نمشيها خطوه خطوه. انا دلوقتي اصلا ما عنديش ستريمنج داتا، يعني لسه ما حطيتش السورس بتاعي ايه. طب بعملها ازاي؟ باجي اقف عند الداتابيس بتاعتي واشوف جيت داتا. طيب الجيت داتا ممكن داتا ممكن اخدها من سامبل او لوكال فايل او حاجات كتيره جدا زي ما احنا شايفين. انا هختار الايفنت ستريم ليه؟ لان انا عايزه ابدا اوريك شكل الايفنت ستريم عامل ازاي. فالايفنت ستريم بتاعي اهو في existing لو انا عندي ايفنت ستريم او نيو ايفنت ستريم. انا في الحاله بتاعتي نيو ايفنت ستريم، بديله اسم. فمثلا ممكن هنسميه عشان مثلا هناخد الداتا بتاعت الستوك ونعمل ايه كرييت. دلوقتي هو بيبدا ايه فتح لي كده الايفنت ستريم. احنا هنلاقي هنا اهو ستوك ايفنت ستريم، انا كده عملته كرييشن. لسه ما عملتش ادنج للسورس بتاعي. عاملها ازاي؟ من اد سورس. اد سورس هنا بقى ممكن هنلاقي فيه سامبل داتا او اكونكت الداتا سورسز زي ما احنا قلنا، اللي هو ايه عندي اختيارات كتيره اللي هي زي ايجر ايفنت هاب لو انا عندي بقى عايزه اوصل حاجات ببعض، وهي ايه تجيب لي الداتا من الايفنت ستريم او ايا كان المكان اللي انا هعرفه، اللي هي من هنا نيو. ممكن الداتابيس سي دي سي او ايا كان الداتابيس بتاعتي. بس انا في الحاله بتاعتي لا، انا عايزه سامبل، يعني مش سامبل داتا. ففي كذا سامبل، في مثلا بايسكلز، في ستوك ماركت، في يلو تاكسي. دي كلها سامبلز هم ايه حاطينها. في برضو هنا كومبانيز ستوكس، فانا مثلا اخد ستوك ماركت مثلا ماشي وادوس اد، هلاقيه على طول عمل لي بايب لاين شكل كده دايجرام كده زي ما احنا شايفين بايب لاين كده. اول حاجه ده السورس بتاعي، ده السورس اللي فيه الداتا الستريمينج، ده شكلها اللي هو التايم السيمبل بتاع السيكتور ايا كان بقى ايه الداتا بتاعتي شكلها عامل ايه. والخطوه التانية الايفنت ستريم اللي هو الستوك ايفنت ستريم، ده اللي احنا زي ما قلنا هنا اهوت الخطوه، ده الكومبوننت اللي انا ممكن منه اعمل انجست واعمل بروسيس. طب اعملها ازاي بقى؟
اللي هو بسلمها للخطوة اللي بعديها. هل الخطوة اللي بعديها انا عايزة اعمل بروسيس، عايزة اعمل بروسيسنج للداتا، يعني عايزة اعمل فلتر، عايزة اعمل ايا كان بقى اجريجيشن، او ان انا احطها في ديستنيشن. طب بختارها على اساس ايه؟ لو انا نزلت هنا هلاقيه هو مديني اوبشنز، ممكن تعمل اجريجيت، تعمل اكسباند، فلتر، جروب باي، تعمل جوين، تعمل يونيون، ايا كان بقى. او يبقى في ديستنيشن بتاعك، الديستنيشن بتاعك ممكن يكون كاستم اند بوينت انت تختارها، او ايفنت هاوس او ليك هاوس، ايا كان. طيب انا في الحاله بتاعتي هحطها على طول في ايفنت هاوس. احنا عايزين ايه؟ keep it simple as possible. ليه؟ لاني احنا لسه بنتعلم، تمام؟ فهنختار اللي هو ايه؟ ايفنت هاوس. ده كده الديستنيشن نيم بتاعي. هختار الورك سبيس والايفنت هاوس اللي انا عملت له كرييشن، والداتابيز بتاعتي عشان لو انا عندي كذا كذا داتابيز جوه الايفنت هاوس ده هيطلع لي هنا كذا داتابيز، بس انا مش عندي غير داتابيز واحده اللي هي اللي اسمها ستريم ايفنت هاوس. وبعدين هنا التيبل، هل انا عندي تيبل؟ لا، ما عنديش تيبل، فانا هكري التيبل جديد واسميه مثلا ستوكس رو. ليه كده؟ ليه بسميه رو؟ عشان انا اعرف نفسي ان التيبل دوت هو جاست خد الداتا من السورس حطها في تيبل زي ما هو، فكده رو، انا ما عملتش اي حاجه فيه. وهدوس سيف. طيب هو كده بيعمل ايه؟ هو البايب لاين ده اول ما اشوفه افهم منه ايه؟ ان انا عندي سورس، ستريمنج سورس، استخدمت ايفنت ستريم عشان يعمل انجست للداتا من السورس ده للديستنيشن ده اللي هو الايفنت هاوس. فلما بمجرد ان انا هدوس هنا واعمل ريفرش مفروض الاقي الداتا بدأت تتنقل، يبقى في هنا داتا بتاعه الستوك ماركت. طيب احنا زي ما احنا كده شايفين اللي ايه الداتا بدأت تظهر عندي خلاص، ان كده الداتا جت من السورس للديستنيشن. طيب نمسك بقى ايه؟ اول حاجه ما ننساهاش ان احنا نعمل بابلش. احنا كده احنا بس جاست ان احنا ايه؟ اتاكدنا ان كل حاجه تمام. اتاكدت ان كل حاجه تمام، بعمل ايه؟ بعمل بابلش، يعني بقوله الكلام دوت اعمله بروسيد. فهنلاقي خلاص كده بقى عندي بايب لاين بياخد من السورس دوت يحط في الايه؟ في الايفنت هاوس بتاعي. طيب زي ما انا شايفه دلوقتي هو كده عمل بابلش لكل البايب لاين يعني بتاعي. فهنا السورس بتاعي اللي هو ستريمينج سورس بقى اكتف، والايفنت هاوس اكتف. كده الداتا بمجرد ان هي هتيجي هتتعمل لها انجست في الايفنت هاوس بتاعي. بس مش ده اللي بيحصل في الواقع. بمعنى ايه؟ انا مش بيبقى مطلوب مني جاست ان انا اعمل انجست من السورس الستريمينج سورس بتاعي للديستنيشن. فاكيد بيبقى في حاجات مطلوبه مني بشكل يعني تاني، اضيف مثلا فلتريشن، اعمل ايه يعني somehow كده ايه ترانسفورميشن على الداتا بتاعتي. طيب فلنفترض ان انا عندي بايب لاين وعايزه ازوده او اخليه مور كومبلكس. بعملها ازاي؟ من خطوه بتاعه الايديت، بدوس ايديت. انا كده عندي الحريه الكامله ان انا اعمل اغير يعني في البايب لاين بتاعتي. فعندي كذا حاجه. اول حاجه ممكن اد سورس، ممكن لو احنا مثلا ضفنا سامبل داتا تاني فهيبقى عندي 2 سورسز. ده كده ايه حاجه. ممكن يبقى عندي 3 4 اضيف مثلا بقى ايه سورس تاني من السورسز اللي هي بتاعه الايجر اي او تي هاب او ايا كان الايجر بتاعتي، او قصدي ايا كان السورس بتاعي. او ان انا اضيف ترانسفورم ايفنت، اللي انا هضيف مثلا حاجه زي هعمل فلتر، هعمل اجريجيت، هعمل مثلا جروب باي او ايا كان. فمثلا لو انا عايزه اعمل فلتر على سيكتور معين، ماشي، ولنفترض يعني انا عايزه مثلا اعمل بفكر معاكم في سيناريو. يعني انا مثلا عايزه اعمل حاجه خاصه بالريتيلينج مثلا، او حاجه تانية بالسوفت وير سيرفيسز. هعملها ازاي؟ ممكن اضيف هنا فلتر، فلاقي هنا هو فتح لي تاب بيقول لي الاوبريشن نيم هنسميه فلتر. طب هسلكت على انهي فلتر؟ هفلتر باي ايه؟ هو هنا مش عارف الاسامي الكولومز. ليه؟ لان انا مش موصلاها، جاست بس هسحب لاين من هنا احط هنا عشان يبدا يقرا الستريم بتاعي. فهلاقيه هنا بقى ايه؟ فتح لي بقى الحاجات بتاعتي. فانا مثلا هعمل في السيكتور، وهنا هحط اللي انا عايزاه. هل هو مثلا equal، contains، doesn't contain، start with، وهكذا. فممكن مثلا نخليه contains كلمة retail. يبقى انا دلوقتي عايزة السيكتور او اي حاجة خاصة بالريتيل تجيلي اعمل لها يعني تيبل خاصة بيها، وهدوس سيف. هلاقي هنا بيقول لي ايه؟
نو اوتبوت. انا دلوقتي عملت فلتريشن بس انا ما حطيتهاش في حاجه، ما طلعتش الداتا بتاعتي اللي انا عملت عليها ابلاي ترانسفورميشن في حاجه. هو بص دلوقتي ايه، عمل لي سيكتور الريتيل، فهعمل هنا اد الديستنيشن بقى. ممكن اعمل تيبل تاني ونسميه مثلا اللي هو الايفنت هاوس، بس هنا بيقول لي انت ما عملتيش الكونفيجريشن، فاخش في الاكشن واحط له الكونفيجريشن بتاعته. الكونفيجريشن بتاعته اللي هو في نفس الايفنت هاوس اللي انا عملته وفي نفس الداتابيز، بس هسمي التيبل ده مثلا اسميه ريتيل تيبل مثلا، ريتيل رو، لان برضو يعني مثلا ريتيل رو، وهعمل ايه سيف. طيب تيجوا بقى نبص دلوقتي، يبقى انا دلوقتي عملت ايه هنا. خلينا نعمل ريفرش عشان نشوف الداتا بتاعتي. انا كده البايب لاين في واحد شايل الداتا كلها، وفي هنا مثلا عملت فلتريشن على الريتيل. ممكن اعمل كده ايه، دي الداتا بتاعتي في الريتيل. ممكن اضيف بعديها حاجة تانية، ممكن اعمل ترانسفورميشن وهكذا. يعني مثلا لو انا عايزه اعمل ايه مثلا aggregation، مثلا عايزه اعمل aggregation باي اي حاجه بقى، باي الديت. يعني عايزه مثلا يعمل aggregate لكل ساعه، او اسرح بقى بخيالك زي ما انت ايه، زي ما انت عايز، وزود اللايرز زي ما انت عايز. تمام. لو انا موافقه على الموضوع ده كده هدوس مثلا publish. كده خلاص هو ايه، هي ابلاي الحاجات دي على الايفنت هاوس بتاعي. طيب بشوفها منين بقى لو انا عايزه ارجع؟ هرجع تاني للستريم ايفنت هاوس اللي هي الحته ديت، واعمل ريفرش. هلاقي هو طبعا بياخد وقت شويه لحد ما ايه، ما يببلش اللي انا التغيير اللي انا عملته ده. حتى لسه هنشوف هنا بيقولك ايه لودنج لسه، بس هو عمل للايفنت هاوس الاولاني اللي هو ده. فهنلاقي التيبل اللي اسمه ستوك رو اوريدي يبقى موجود هنا. بقى لو جينا نشرح على الموضوع ده، ده بيديك اوفر فيو كده على الستريمنج اللي جالك. فهنلاقي مثلا هنا هوت التوتال رو 31,000 رو. لو عملت ريفرش كمان شوية هلاقي الداتا دي بقت تكتر، او مثلا اهو بنلاقي هنا كده كان 0 رو وبعد كده دخل لي 31 رو. لو عملت ريفرش المفروض هلاقي الارقام دي بتكتر، هلاقي كده اهو رو اهي هنا مثلا بقت ايه 32,700. ده لسه اهو، ده كده الداتا بتاعتي. عمل مثلا ريفرش تاني، احنا هنا في التيبل، اعمل هنا ريفرش بقى 33، وهكذا. كل شوية هلاقي الستريمنج بتاعي ايه بدأ يزيد. ده كده دي كده ده هنا التيبل ديتيلز. فهنلاقي مثلا اوريجينال كذا، الكومبريس بتاعتي كذا. دي كلها ايه الداتا اكتيفيتي تراكر اللي هو نوفمبر مش عارفه ايه لا لاست ران وهكذا. طيب ده كده اول حاجه ممكن اعملها. طيب تعالوا نخش الحته دي نشوف بقى الجزئيه دي بالمره. الجزئيه بتاعه الكي كيو ال اللي هو انا ازاي بكويري على الداتا بتاعتي. انا دلوقتي بقى عندي مثلا في اللي هو تو تيبلز اللي هو الريتيل رو والستوك رو. فمثلا لو كتبت هنا ريتيل ريتيل رو، هنا بقى ماشي بطريقه البايب لاين. يعني الاوتبوت بتاع يعني اللي كتب قبل كده لينكس هيفهم الحته دي. اللي انت لما تيجي تكتب كوماند بتعمل طريقه البايب لاين اللي هو مثلا ال اس عشان يلست كل الحاجات اللي في الفولدر دوت. بعدين تعمل بايب لاين مثلا جريب وتسيرش على كلمه معينه. فاللي هو ايه الاوتبوت بتاع ده بتسلمه للستيب اللي بعديها. فانا هنا في الحته اللي هي ريتيل رو انا كده معايا التيبل كله. بعمل بايب لاين تيك 100، يعني بقول له ايه بين لي اول 100، بين لي 100. فبعمل ايه ران كده، فهيبين لي ايه 100 رو. تمام. ده كده لو انا عايز اعمل اكسبلور للداتا. طيب لو انا عايز اعمل كاونت، فمثلا خلينا بقى ناخدها كوبي كده على طول عشان ايه. لو انا عايز اعمل انا اصلا عندي كام ريكورد، فمثلا عندي 2000 ريكورد. طيب هنا سمرايز ديت اللي هي ايه، لو انا عايز اعمل حاجه فيها اجريجيشن، عايز اعمل كاونت، عايز اعمل يعني ايا كان بقى ماشي. فهنا
اخد مثلا اسم التيبل دوت واعمل مثلا ingest الكاونت باي ingest time باي اور، يعني هيجمع كل اور انا عندي كاونت قد ايه. فده كده الانجستشن، وهكذا. دي كده دي طريقة. في بقى حاجة حلوة جدا كانوا عاملينها، فكرة الاوبتمايزيشن الكي كيو ال. ليه اوبتمايزيشن؟ يعني ايه؟ عشان الكويري بتاعتك انت احنا دلوقتي بنتكلم في 2000 وارقام كده، بس انا في الارقام ساعات ممكن تبقى عندي تيبل بالملايين. فحته ان انا اكتب ازاي الكويري دي ليها تكنيك معين، عشان عاملين بيعلمونا يعني ازاي نكتب كي كيو ال بشكل افكتيف. فليه؟ طبعا عشان طبعا ترن فاستر وانت هتستخدم ريسورسز اقل. لان مثلا لو انت مثلا محتاج تسلكت 3 كولومز، اكيد غير لما تبقى عايز تسلكت 50 كولوم. الحته السلكتنج ده لازم تاخد بالك منها، اللي احنا مش بنكسبلور على طول كده، مش بنكسبلور اللي هو هاتلي كل الداتا اللي عندك. ده لو انا بتكلم في مليون اوف روز هيبقى البرفورمانس بتاع الكويري ده وحش جدا. فهو قالك اول حاجه حاول تفلتر بدري على قد ما تقدر. فازاي بفلتر؟ قالك مثلا لو انت اول حاجه تبدا بالوير، يعني في ترتيب الكويري زي ما احنا قلنا في طريقه بايب لاين، فانت كل اوتبوت بيسلم للاوتبوت اللي بعده. فمثلا عندي التاكس ستريبس ده اللي هو التيبل الكبير. طيب التيبل الكبير دوت باخد الاوتبوت بتاعه، بعمل وير البيك اب ديت مثلا اجو 30 دقيقه. فانا دلوقتي فلترت فيرست، عملت اخر 30 دقيقه. فكده هو مش هيجيب كل الداتا، هو هيجيب اخر 30 دقيقة. فهسلم الاوتبوت دوت للحتة اللي بعديها اللي هي البروجكت دي بمعناها ان انا بسلكت الكولومز. فانا بسلكت الكولوم، هاتلي تريب اي دي، هاتلي فيندور اي دي، هاتلي الباك اب ديت تايم والفير اماونت. ده كده الخطوة اللي بعديها. بعد كده بعمل سمرايز. يبقى السمرايز ده بيبقى في الاخر خالص، لان ده اللي بياخد وقت. فانا امال بقى ما وصلت للخطوه الاخيره دي كنت اوريدي جبت قللت الداتا، عملت فلتريشن على الداتا، قللت حجم الداتا، وكمان عملت سيلكت لكولومز معينه. بعد كده بقى بقول له ايه؟ اعمل لي بقى الاجريجيشن او هات لي الافريج بتاع الفير اماونت باي الفيندور اي دي. تمام. طيب يبقى هو اول حاجه بيقول عليها التايم بيزد فلترنج دوت. اول حاجه خليها، لان انت اول ما بتفلتر على الديت على التايم انت كده بتقلل الداتا بشكل حلو جدا. طيب قالك برضو حاجه تاخد بالك منها، ان انت تأوردر الفلتر بالهاو ماتش داتا، يعني ابدأ بالايه باللي هيقللك الداتا قوي بعد كده. فزي ما قلنا كده التايم مثلا بيقلل الداتا بشكل رهيب. بعد كده مثلا ممكن تفلتر على فيندور معين، فيندور اي دي معين اللي هو مثلا اسمه في تي اس. بعد كده هاتلي من الفيندور اي دي دوت الفير اماونت بتاعه اكبر من الزيرو. فانت الفلتريشن بتاعك بترتبه باللي هيقللك الداتا اكتر فاكتر، سوري اكتر فاقل. ماشي. هنا برضو بيقول ان اوبتمايز الاجريجيشن والجوينز عن طريق ان احنا نليمت الريزلت اللي احنا بنعملها اكسبلورينج. فهنا استخدم فكرة ليميت اول 1000 علشان الدنيا تبقى سهلة. لو انت بتعمل جاست اكسبلور فمش فليمت الحاجة اللي انت عايزها. ماشي. وبعدين هنا في الجوينز هو قال نبدأ الاول بالسمولر تيبل مش اللارج. فالحته ان انا اعمل مثلا التاكس تريبس وبعدين اعمل معاه جوين، لا الاحسن ان اعمل جوين بالصغير. لو انا في الاخر هعمل ايه؟ هعمل انر بدل انر ده. طبعا انا باخد الايه الكومن او الحاجه اللي موجوده هنا وموجوده هنا. فساعتها بدل ان هبقى في الاخر هاخد الموجود هنا وموجود هنا، يبقى ابدا بالصغير. تمام. ده كده ايه الخطوه حته يعني بتاعت الكيو كي ال. برضو ادينا كده ايه اتكلمنا فيها وغطيناها. طيب بعد كده في بقى خطوه ان احنا ممكن نسيف اللي انا عملته دوت تو داشبورد. دي كده حاجه ممكن تعملها، او ممكن تيجي هنا في التيبل نفسها وتقول ريال تايم داشبورد، ونسميه مثلا هنا هنسميه ريتيل مثلا، ريتيل داش بورد، ونعمل كريت. طيب هنا هو عاملها لي في شكل تيبل. لو انا مش عايزه الشكل دوت ممكن اعمل edit
وفي الايديت دوت هنا مثلا هختار الشكل بتاعي مثلا باي تشارت، فكده ايه هو عملها لي وهكذا. طبعا هي التيبل دوت مش احسن التيبلز اللي يتعمل اللي ما عملتش فيه اجريجيشن، ما عملتش فيه مثلا تايم مثلا، بحيث اني على الليفل اليوم. طبعا لو معايا تيبلز اكتر ممكن اطلع اشكال بشكل احسن. طبعا الناس بقى اللي هي ايه شاطره في الباور بي اي هتبقى دي اللعبه بتاعتها. هنا برضو ممكن تحط التيبل الكويري بتاعتك وترنها وتشوف. يعني مثلا انا عملت تيك 100 هيبقى ايه الوضع. بص كده بقى ايه صعب جدا. فمثلا تيك مثلا 7 مثلا كده يبقى شكلها ايه الطف وهكذا. طبعا برضو ايه احنا كده بس جاست ان احنا بنكسب له. هنا ممكن تستخدم الكوبايلوت يساعدك برضو ان انت تعمل ايه داشبورد بشكل الطف او احسن، يساعدك بقى تكتب ازاي وتعمل الحاجات دي. طبعا الاي اي لذيذ جدا في الحاجات دي. بعد ما بعمل كده مثلا بابلاي للتشينج وبيبقى شكله عامل كده اهو. عايزه اعمل حاجه تانية وهكذا. طيب بالمره بقى نشوف سيت اليرت. فانا ممكن إن هنا مثلا هل انا عايز اعمل على ده فسلكت. هبدا يقول لي انت عايز تسيت اليرت على ايه. مثلا هقول له مثلا تشيك اي حاجه لما يكون الكونديشن بتاعه ايكوال مثلا 100 مثلا، ولما يوصل للفاليو دي ابعت لي ايميل. خلاص تمام تمام. هنا بيقول لي الايتم بتاعك ايه، هكريت اكتيفيتور مثلا جديد وهسميه كرييتنج. طبعا سمي الاكتيفيتور بشكل احسن، مثلا نسميه لو انا عامله على البيت برايس يبقى اسميها مثلا بيت برايس اكتيفيتور او اليرت او ايا كان. ده طبعا اوبن بقى بيوبن ايه باور بي اي ويدخلني في حته ايه تانية. لو انا عايز ازود بقى اعمل بقى حاجات اكتر بقى يعني ايه اشوف بقى الاليرت دوت شكله عامل ازاي، اتست، اعمل ستوب، اعمل ديليت للرول ديت، اعمل اد لرول تانية وهكذا. تمام. ده كده بشكل مختصر حتة الفابريك. احنا ما عملتش سيف ولا ايه؟ ثواني كده سيف. لو جينا بصينا هنا هو تعالى الستريم هنلاقينا بقى عندي اكتيفيتور، بقى عندي ريال تايم داشبورد، الايفنت هاوس والستريم ايفنت ستريم وهكذا. دلوقتي بقى لما اجي اشوف الشكل ده المفروض اكون خلاص اوريدي خلاص بقيت عارفاه. يعني حته الاس كيو ال ده دي السورسز بتاعتي. الايفنت ستريم خلاص عرفتها، الكي كيو ال كويري سيت، الايفنت هاوس، الريال تايم داشبورد، الاكتيفيتور، الباور بي اي، كل دوت احنا اتعاملنا معاه. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.